اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا حبايب، شلونكم زينين إن شاء الله الجميع بأفضل حال. حبايب، قبل لا نبدأ بالفيديو، تفعيل الاشتراك وتفعيل الجرس والاشتراك بالقناة على مود كل ما أنزل فيديوهات تنزل عندكم. حبايب اليوم فطورنا لهذا اليوم أو طبختنا لهذا اليوم هو مندي الدجاج. أولا بداية الدجاجة نظفتها وغسلتها غسلة زينة يعني محترمة، وخليتها بالجدر شوية، خليت لها مي تتعرق، وضفت عليها بصل، وضفت عليها حبشكلات الدجاجة أو مطيبات الدجاجة. شنو مطيبات الدجاجة؟ بهارات، زائد فلفل أسود، زائد بهارات الدجاج، زائد نوم وبصرة، زائد ظرف مال ماجي. وبعدين حمستها وضفت المي، أضيف مي شوية، وبعدين لما تفور يعني تبقبق أضيف عليها مي يعني يغطي الدجاجة. وهسه قبقتها لحد ما تستوي. هسه بديت أطبخ التمن الكبسة يعني مندي الدجاج. هسه بديت أحمس الشعرية على تاخذ لون، يعني تاخذ لون الشقار أو الذهبي. أقلب بيها يعني أقلب بيها على نار هادئة شوية، وراح أضيف عليها التمن وشوية أحمسن هي والتمن، وأضيف عليها مي الدجاج. حبايب، مي الدجاج يضيف لها طعم كلش طيب، يضيف لها طعم كلش طيب. وهسه بديت أقلب التمن وي الشعرية، ظل أحمس بين يعني شوية، وأضيف عليه شوية ملح. ما أضيف حبايب ملح هواي، لأن أنا مخلية ملح، لأن أخلي ملح قليل، لأن الظرف الماجي بيه ملح، فأضيف ملح قليل يعني حسب أشوف يعني الطبخة. هسه ضفت المرق مال الدجاج، يعني مرق الدجاج ضفته على التمن، وظل أقلب بيه أشوف بعد لي يحتاج شوية، راح أضيف شوية مي وقبقه لحد ما يستوي التمن ويعني يتهدر ينشف. راح أضيف له، هاي عندي هاي صحولها بهارات تهديرة مال التمن، اشتريتها من العطار. وراح أضيف عليها خاشوق، مو قبق مال صبغة المندي. هاي قدامكم حبايب، جاي يعني وياكم خطوة بخطوة، أوافيكم خطوة بخطوة. هاي يعني طبخة المندي. وبعدين لما خليته يهدر كلش، أبدي أقلب التمر، راح ياخذ لون شعراية صفرة، تمناية صفرة على تمناية حمرة، راح يعني يصير بألوان. هسه بديته ما بالبداية أقلبه، لا، لما يهدر كلش يعني قبل لا أصبه أنا أبدي هاي الحركة، أظل أقلب بيه كلها راح تاخذ ألوان، لون تمناية حمرة، وتمناية صفرة، وتمناية بيضة. هسه بديت أحضر راح أضيفهن لل... للدجاجة كاتشب، وضفت شوية خاشوقة كاتشب وقبق مال صبغة المندي، وشوية أضيف حارة، صلصة حارة. هسه بديت هاي الدجاجة أتبلها، يعني مو أتبلها، أضيف لها صبغة المندي. هاي قدامكم حبايب، ضفت لها صبغة المندي وراح أدخلها للفرن. وضفت حبايب هاي التتبيلة مالت الدجاج، ضفت لها شوية لامندوزي وشوية ملح، يعني لازم أضيف لها ملح. وبديت يعني قبل لا أدخل الدجاجة للفرن هي مستوية، بس يعني تاخذ لون يعني شلون الدجاجة نشتريها جاهزة مال المطعم، يعني الدجاجة مال المندي، دجاجة المندي. هاي ضفت لها هاي الصبغة الحمراء، هاي خاصة يعني بس للمندي، وهاي تلقوها حوايب عند العطارين موجودة، بس قولي لا أريد صبغة المندي يعطوكم إياها. وهاي الصبغة سعرها 1000 دينار. وحوايب بديت يعني بالفرشة مشيتها واستوت عندي الدجاجة بالفرن، وطلعتها من الفرن. ضفتها، خليت الدجاجة على التمن، وعندي فحماية، الفحماية خليتها على النار تشتعل، خليتها على سيليفون وخليتها فوق التمن، وضفت لها زيت وقبقت الجدر، وخليتها التمن والدجاجة كله ياخذ ريحة
ريحة الفحم حبايب. حبايب هاي الطبخة المندي تحفة تحفة تحفة، تجنن تجنن، كأنما انت مشترية مندي مال مطعم.